اكتر حاجه فارقه السنه دي وفرق شركه عن شركه، وازاي شركه حصل فيها جروث وشركه تانية ما حصلش فيها جروث، رضا العميل. لا، مش رضا العميل، هي رضا التيم. العامل المؤثر الكبير جدا اللي انا شفته السنه دي وفرق في شركات كتير قوي، التيم اللي عندك هو راضي ولا مش راضي. نسبه الرضا الخاصه بالتيم عندك عامله ازاي؟ المقياس ده لو انت شفته هتعرف انت قادر تعدي السنين الصعبة او الاوقات الصعبة، ولا دايما هتلاقي هروب من المركب اللي انت فيها. الفكرة كلها ان التيم عندك محتاج تعلي فيه نسبة الرضا. ده مش معناه ان يحصل تلبية للطلبات اللي هم عايزينها، لا، ده معناه ان يحصل ساتسفاكشن، ان اصلا ما يبقاش في طلبات، نوصل لمرحلة ان ما فيش طلبات. دي نقطة اصلا عشان نشتغل عليها وعشان نوصل لها نقطة صعبة ونقطة مش سهلة، وهو ده اللي بيفرق تيم عن تيم، وهو ده اللي يخلي عميل عندك راضي وعميل عندك مش راضي. هو ده اللي يحافظ لك على البيزنس جروث ويحافظ لك ان انت تعدي اي مشكلة الشركة عندك بتواجهها.